السلام عليكم يا شباب. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو اللي فات ويكون عجبكم باذن الله. المره دي هنكمل بقيه الاشكال اللي معانا، وسريعا سريعا طبعا عشان ما ناخدش بس من وقتكم والباقه تضيع. نبدا باول شكل. هنفرد ايدينا كده وهنخلي وش ايدينا لفوق وهنتني القبضه ونبدا نعمل كده. طيب نقرب منكم عشان تشوفوا حركه الايد. زي ما انتم شايفين عضلة الريست شغالة وبيحصل لها عملية بامب. تاني تمرين معانا النهاردة، هتخلي وش ايدك لتحت وتبدأ تحرك معصم الايد كده. طيب نقرب منكم عشان تشوفوا حركة الايد. زي ما انتم شايفين عضلة الريست، عضلة الساعد، كل العضلات بتاعت الريست شغالة. تالت شكل معانا النهارده وهو شكل للصوابع. طبعا ده بيقوي عصب وعضلة الصوابع. نقرب منكم عشان تشوفوا الحركة. رابع شكل معانا النهارده وهو هنحرك ايدينا بحركة دائرية، واللي هيتحرك عندنا من مفصل الكوع لحد الريست. طيب نقرب منكم عشان تشوفوا الحركه. زي ما انتم شايفين عضله الساعد شغاله، عضله الريست شغاله، وكمان في ستريتشنج للباي لو انتم شايفينه. كل شكل زي ما انتم شايفين 3 مجموعات 10 عدات. الراحه ما بين المجموعات 5 ثواني. طبعا التمارين دي كلها هتتعمل وايدك مفروده بدون ما تنزل تريح خالص، يعني هتعمل 4 اشكال ورا بعضيهم. 5 تمارين معانا النهارده وهي تمرينه قبضه الريست. طبعا اللي ما جابش سوسته او ما عندوش سوسته في بيته يبقى يعتبر نفسه ان هو ما لعبش رياضه اصلا. تمام. وظيفه قبضه الريست او اهميه قبضه الريست زي ما انتم شايفين، قبضه الريست الاثنين سيبنا من السوسته خالص. اهم حاجه عندنا قبضه الريست. طبعا نجيبها منين؟ اي محل بتاع ادوات رياضيه هتلاقوا فيها قبضه الريست. التمرين ده هيساعدك وانت على العقله تمسك في قبضه العقله وتبقى ايدك عباره عن قبضه حديد، بحيث ان انت لما تمسك في العقله لا ايدك تفلت ولا تتزحلق ولا تقع وتتجنب كمان الاصابه. طب قبضه الريست هنلعبها قد ايه؟ هتلعب 3 مجموعات بحوالي مثلا 20 او 30 او 40 عد. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويسيب لي اقتراح لاي فيديو هو عايزه في الكومنت تحت، ويقول لي ايه رايه في الفيديو في الكومنتات. برضو هتلاقوا زر بتاع الاشتراك موجود هنا دلوقتي، هتدوسوا عليه وتشتركوا في القناه، وهتلاقوا جرس صغير تفعلوه عشان يوصل لكم اشعار بالفيديو اول ما ينزل. ان شاء الله استنوا فيديوهات بقى العقله للمبتدئين. طبعا انا هعلم العقله للمبتدئين الاول، مش هطلع على درجات على طول، وهبدا اديكم مجموعات واشكال، وكل ما تتخيلوه في العقله ان شاء الله هديلكم هو العقله والضغط. هصور لكم الفيديو الجاي الحاجات اللي عندي في البيت. اللي عنده حاجه منهم هيقول لي ان انا عندي حاجه زي كده، اللي ما عندوش برضه هيقول لي عشان اعمل تمارين للناس اللي ما عندهاش خالص، لان انا عايز كل الناس تستفاد بقدر الامكان. حاجه اخيره كمان، ان شاء الله انا هعمل لكم كورس تمارين في البيت لعضلات الجسم كله، تراي، باي، سواعد، كتف، ظهر، بنش، بطن، رجل. كل التمارين هنعملها في البيت باوزان وبدون اوزان عشان الناس اللي ما عندهاش اوزان. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.